السلام عليكم وياكم ماجدي. مملكتين ارتبطوا تاريخيا ببعض، وكانت واحدة منهن أرض سهلة لأي محتل أو غازي جديد، ومو شرط يكون هذا المحتل أو الغازي يمتلك قوة ضخمة أو جيش ضخم، يكفي أن يمتلك قوة لا بأس بها عن مود يحتلها المملكة، وهالشي راجع لطبيعتها الجغرافية واللي هي مملكة أراضي النهر. أما المملكة الثانية فهي متكونة من بعض الجزر، وكان في فترة من فترات تاريخ ويستروس ملوك هالجزيرة هم اللي سيطروا على مملكة أراضي النهر لحد توحيد أيغون للقارة، واللي هي مملكة الجزر الحديدية. مملكتين عريقات وإلهم تاريخ مهم بأحداث قارة ويستروس، وجمعتهم بهذا الفيديو السببين. الأول لأن قبل غزو أيغون مثل ما قلت كانوا مملكة واحدة تحت حكم آل هور، واللي أصلهم من الجزر الحديدية، يعني حديديين المولد. أما الثاني فالقلاع المهمة بهذه المملكتين مو هواي، وحتى القلاع الموجودة ما عليها هواي معلومات، فجمعتهم بهذا الفيديو أحسن. وبدون ما نطول أكثر خلينا نكمل سلسلة قلاع ويستروس، وبهذا الفيديو عندنا مملكة أراضي النهر ومملكة الجزر الحديدية. لا تنسى لايك واشتراك ويلا نبدأ. ونبدي وأكيد البداية وهي قلعة العائلة الحاكمة لمملكة أراضي النهر آل تالي، وقلعتهم ريفر ران، واللي صايرة عند ملتقى نهرين التمبلسون والريد فورك، وهو أحد فروع الترايند. المهم ريفر ران قلعة قوية ثلاثية الجوانب، هي صح قلعة صغيرة بس قوية، وحجمها تقريبا 10 حجم هارن هول، ويحدها الثلاث جوانب صخرة التمبلسون من الشمال ونهر الريد فورك من الجنوب. أما الجانب الثالث اللي هو الجانب الغربي فيواجه هذا الجانب خندق صناعي ضخم يستعملونه بالأوقات الخطرة، فيفتحون السد وترسون الخندق بالماء، فتنترك هالقلعة محاطة بالماء من جميع جوانبها. هالشيء اللي حول ريفر ران الجزيرة، وهاي تعتبر واحدة من أهم الميزات الدفاعية اللي بهاي القلعة. وهالقلعة بيها جدران من الحجر الرملي الأحمر، ولها أسوار مسننة، وإذا تأمنت ريفر ران بشكل صحيح فتقدر تحتفظ بالإمدادات لمدة سنتين تقريبا. وصح حامية القلعة أو جنود القلعة مو هواي، يعني تقريبا 200 جندي، بس هذا أكثر من اللي تحتاجها القلعة، ويرجع تاريخها للعصر الأندالي. فكانوا آل التالي موالين الآل مات من أولد ستون اللي كانوا ملوك أراضي النهر، بس بعد ما انقتل الملك كريستوفر الرابع مات ويا وصول الأنداليين بعد وفاته بنى اللورد أكسل تالي هالقلعة بمكانها الحالي. وهالأرض اللي بنى عليها القلعة حصلها من ملك الأنداليين أرمستد فانس، وبسبب موقعها الاستراتيجي زادت ثروة هالعائلة وصاروا هم حراس أراضي النهر من الجهة الغربية. ونادرا ما سلمت القلعة أو استسلمت وما هزتها أي عاصفة، واستمر حكم آل التالي ريفر ران لأكثر من 1000 سنة على الأقل. ولما غزا هاروين هور اللي كان وقتها ملك الجزر الحديدية أراضي النهر تخلى لورد التالي عن ريفر ران، وانضم الجيش السيدة آغنس بلاكوود، بس قوات سيدة البلاكوود تعرضت للخيانة على إيد البراكنز. أما خلال غزو أيغون ويستروس فرفع أدميان تالي لورد التالي وقتها راية التارجيريان فوق قلعة الريفر ران، معلن بهذا التصرف الثورة ضد ملك أراضي النهر والجزر الحديدية، واللي كان وقتها هارن هور حفيد هاروين، واللي تلقب بهارن الأسود. ونعرف شنو صار بعدها. فبعد ما انحرق آل هور تعين اللورد أدميان تالي اللورد الحامي لأراضي النهر. ومثل ما تعودنا بهاي السلسلة احنا نسرد تاريخ القلعة أكثر من تاريخ العائلة، فنوقف هنا لأن ما أريد الفيديو يكون بس عنها، وننتقل للقلعة اللي بعدها اللي هي هارن هول، أكبر قلعة بالممالك السبعة، وحاليا هي مقر عائلة وينت، وصايرة على الضفة الشمالية لبحيرة عين الآلهة. ورغم أن هي تدمرت بنسبة كبيرة على إيد أيغون الأول، إلا أنها استمرت تسكن من عدة عوائل على مر تاريخها. وتقدر بهذا الفيديو اللي حكيت به عنها أو عن لعنة هارن هول وتأثيرها على مسلسل آل التنين، وهم بهذا الفيديو حكيت عن أهم العوائل اللي سكنت هالقلعة وانطرت كذلك، ودايم طلعت نظريتي صحيحة. المهم الفيديو بالوصف لا تحب تشوفه، ولين أكو فيديو عنها بقناتي فراح شوية أختصر بالحكي عنها. المهم هالقلعة ضخمة بشكل مهول، يعني بس المطبخ مالتها أكبر من القاعة الرئيسية بوينترفيل. وللقلعة 5 أبراج ضخمة بجدران ستارية ضخمة، وجدرانها سميكة كلش، وغرفها مبنية على نطاق يناسب العمالقة أكثر من مناسبتها للبشر. ورغم هذا كله إلا أن آل وينت الحكام الحاليين للقلعة ما يستخدمون غير الثلثين السفليين من برجين من الأبراج ال5، والباقي كله مدمر ويا اما صاير مسكن للخفافيش أو الأشباح أشباح آل هور. المهم وبهذا القلعة مثل ما شفنا بمسلسل آل التنين الموسم الثاني غابة عين الآلهة اللي بيها شجرة من الواير وود مثل اللي شفناها بالمسلسل بالضبط. ومن عين الآلهة الشمال أراضي النهر، وهي مقر آل فري قلعة التوينز أو التوأم، واللي صايرة جنوب مستنقعات منطقة العنق وغرب طريق الملوك. وهالقلعة متكونة من قلعتين متطابقات على كل جانب من النهر، وبرج بالمنتصف
يربط بينهم، ويعتبر التوأمين واحدة من أهم المعاقل بويستروس وأكثرها أهمية، ما كانت الأهم بالقارة. بهذا القلعة جدران ستارية عالية وخنادق عميقة بكل قلعة، وحفروا قنوات على مود يسوون هالخنادق، هالشيء اللي يحول كل قلعة لجزيرة. ويحرس هالجسر من منتصف برج اسمه برج المياه، اللي همين يطل على الشوكة الخضراء أو الجرين فوك، ويحتوي هالبرج على فتحات للسهام وشبكات حديدية للدفاع. واحتفظت عائلة الفري بهالمعبر لمدة 600 سنة، من لما قرر أحد لوردات أراضي النهر الصغار أن يبني جسر خشبي متهالك فوق أضيق جزء من النهر، واستغرق بناء الجسر الحجري من آل الفري 3 أجيال عن مود يكملونه. وبعدها بنوا أبراج خشبية على كل ضفة من ضفتين النهر. وبسبب هالجسر أو هالمعبر زادت ثروة الفري عن طريق الرسوم اللي يفرضونها على اللي يريد يعبر هالجسر، يعني يا أما تعبر الجسر أو تاخذ طريق طويل كلش. وبسبب هالثروة هدموا القلاع الخشبية وبنوها بالحجر، وكذلك بسبب ثروتهم صاروا أقوى حملة الرايات التابعين للعائلة التالي. تقريبا عندهم فوق 4000 رجل، بس لو يصيرون أنبياء ما أعطيكم. الخونة قاتلين الضيوف. يولون وننتقل للقلعة اللي بعدها، مقر عائلة مالستر، قلعة سيغارد، واللي كذلك صار شمال هالمملكة، بالتحديد على الساحل الغربي على خليج الرجل الحديدي هو اسمه، وكذلك هي قريبة على منبع البلو فور. وانبنت هالقلعة بالأساس للدفاع عن الساحل من قراصنة الجزر الحديدية، وبالذات التابعين لآل جريجوي. وبعد سقوط آل جاستمان تنازع آل مالستر على حكم أراضي النهر ويا ملوك صغار منافسين، ولما راد هاروين هارد هاند ملك الجزر الحديدية الاستيلاء على أراضي النهر من ملك أراضي العاصفة أريك دوراندون، سوى إنزاله بالسفن بعيد عن سيغارد تقريبا على بعد 40 فرسخ. وبالأحداث الأخيرة، يعني أقصد حرب الملوك ال5، هالقلعة هي من القلع القليلة بأراضي النهر اللي ما تأثرت بسبب الحرب. ومن سيغارد ننتقل للقلعة اللي بعدها، واللي هي معقل عائلة براكن، قلعة السياج الحجري اللي صايرة تقريبا بنص مملكة أراضي النهر. وللأسف ماكو هواي وصف عن هذه القلعة، وحتى تاريخيا يعني ماكو هواي معلومات عنها سوى أحداثها برقصة التنانين. فقدر الأمير دايمون تارجيريان أن يسيطر عليها بعد معركة الطاحونة المحترقة، واللي بالمسلسل اختصروها بدون أي داعي. المهم وضمها الجيش. أما بأحداث حرب الملوك ال5 فعاث بيها غريغور كليغين الماونتن، بصراحة ما يستاهل لقب الفروسية. المهم عاث بيها فساد وحرقها وارتكب بيها أبشع الجرائم. المهم وأكيد بذكر البراكنز لازم نذكر ألد أعدائهم بنفس المملكة، اللي هم البلاكوود وقلعتهم ريفن تري هال أو ريفن تري، واللي مكانها شمال ريفر ران بجنوب أولد ستون. تتميز بجدرانها الحجرية العتيقة العالية، ويحيط بالبوابة برجين ضخام مربعين الشكل، وبرج مربع بكل زاوية من زوايا الجدران، وكذلك حواليها خندق عميق يعني كميزة دفاعية إلها. وخلى البلاكوود ريفن تري مقر إلهم بأراضي النهر بعد ما طردهم ملوك الشتاء من منطقة غابة الذئاب. ولأن ماكو شي يكرهون البلاكوود أكثر من البراكن، فادعوا أن خشب الويرود العظيم الموجود بقلعتهم تسمم على إيد البراكن، وما أدري إذا صح أو لا، بس هم يتعرفون على أتفه الأسباب يعني. المهم بعد الزفاف الأحمر واستسلام ريفر ران وسيغارد، بقت قلعة ريفن تري هي الوحيدة اللي رفضت إعلان استسلامها للملك تومن براثيون، بس تفاوض وياهم السير جيمي لانستر على الاستسلام، وقدر يخضعهم وأخذ ابن اللورد تايتوس بلاكوود كرهينة عن مود يضمن استسلامه. وننتقل للقلعة اللي بعدها، مقر عائلة بايبر، اللي هي قلعة بينك ميدن، واللي صايرة جنوب مملكة أراضي النهر وقريبة على الريد فورك. ومن أهم الأحداث اللي مرت على هالقلعة هو أن تجمع بها أنصار الأمير أيغون تارجيريان أو أيغون الأصغر ابن أينيس أو الملك أينيس، استعداد المعركة اللي تسمت بعدين بمعركة تحت عين الآلهة، اللي صارت بين أيغون وعمه الملك ميغور. بس هذا أهم شيء نذكر عليها. وهسه راح أذكر قلاع يعني تقريبا ما عليهن هواي معلومات، يمكن سطر أو حتى أقل، بس لازم أذكرهن، اللي هن أكرون هال، مقر عائلة سمول وود، واللي صايرة جنوب شرق ريفر ران وشمال بينك ميدن، وهي قلعة صغيرة بجدران حجرية وحصن كبير من خشب البلوت، وهي من المناطق اللي زارها الملك جهيرس الأول سنة 53. وبعد عندنا قلعة داري مع قلعة عائلة داري، وما معروف بالضبط وين موقعها، لكن يذكر على أن هي على بعد نصف يوم من جنوب التراين، يعني نقدر نقول جنوب التراين. وهي كذلك قلعة صغيرة، ونعرف أن آل داري حكموا هالقلعة من الأيام اللي هزم بها الأنداليين الرجال الأوائل، وبرقصة التنانين دعم آل داري الملكة رانيرا وحزبها الأسود. وآخر قلعة وهي مو ما عليها هواي معلومات لكنها مدمرة كذلك، يعني نفكر أسوي فيديو عنها لوحدها أو أقلها أسوي شورت عنها، اللي هي قلعة أولد ستون، اللي كانت سابقا مقر لعائلة مات، اللي هم كانوا ملوك أراضي النهر فترة من فترات، وقلعتهم صارة على تلة فوق البلو فور. وبس هذا كل أو أهم القلاع اللي عليها المعلومات بمملكة أراضي النهر. يمكن آخر قلاع حكيتن بسرعة، بس يعني قلت لكم ماكو هواي معلومات عنها. فهسه ننتقل لقلاع مملكة الجزر الحديدية.
ونبدأ أكيد ويا حكام الجزر الحديدية آل جريجوي وقلعتهم بايك اللي موجودة على أحد الجزر اللي تشيل نفس الاسم. ويدعي الجريجوي أن الجزيرة هي اللي تسمت على اسم القلعة مو العكس. المهم انبنت هالقلعة بالأصل على جرف بارز من هالجزيرة، وشوي مرور الوقت تآكلت جرف مخلي هالقلعة وحصونها مستندة على 3 جزر قاحلة، 12 كومة صغيرة من الصخور ومحاطة بالماء. وتتصل أبراج هالقلعة بجسور حبلية متمايلة، شلون اللي شفناها بمسلسل آل التنين لما أجا يورن جريجوي وقتل أخوه، تقريبا نفس الشيء. وانبنى الحصن وأبراجه وجدرانه من نفس الحجر الرمادي اللي مايل للأسود المتكونة منه الجزيرة نفسها. وبسبب أن ماكو مرسى آمن للسفن بجزيرة بايك بسبب طبيعة هالجزيرة يعني، فالسفن تبحر أو ترسل بجزيرة لوردز بورت القريبة عليها. وتاريخ القلعة قديم كلش لدرجة النسا من هو اللي بناها، وكانت القلعة أكبر بعد من هسه، بس بسبب عدم استقرار الجزيرة فانهار أجزاء منها بالبحر. وبعد توحيد أيغون صار فايكنج جريجوي كما قلت اسمه صح هو اللورد الحامي للجزر الحديدية. وللأسف تاريخ القلعة قبل أيغون مو هواي، إلا أن التاريخ من بداية الرقصة هواي، بس همين للأسف ما أقدر أحكي لأن حرق المسلسل آل التنين الموسم الجاي بالضبط، يعني خص شخصية واحدة وما شفنا عنها هواي بالموسم الثاني من آل التنين اللي هو ريد كراكن أو دالتون جريجوي. صدقوني هالشخصية بالكتب كلش مهمة، أتمنى المسلسل ما يخربونها. فغلس أحسن وانتقل للقلعة اللي بعدها، قلعة هامر هورن، واللي صايرة بتلال هاردستون جنوب غرب جريت ويك. وهي قلعة مربعة كبيرة تتميز بأسوار حديدية مسننة وأبواب حديدية، وانبنت من الحجر الموجود بالجرف خلف مكان القلعة. جواها اكو مدخل رئيسي للسفن، وهي قلعة مظلمة ورطبة مليانة دخان، يعني تاريخيا فماكو هواي أحداث عنها. وأصلا بصورة عامة ماكو هواي قلعة عليها معلومات هواي من الجزر الحديدية. يعني عندي بعد هاي القلعة قلعة واحدة وبس، واللي هي مقر عائلة هارلو، قلعة 10 تاورز، واللي صايرة على الساحل الشرقي لجزيرة هارلو. ومن اسمها فهي قلعة مكونة من 10 أبراج، كل برج يختلف شكله عن الثاني ويا ممرات جدارية. وأضخم برج بهذني ال10 هو برج الكتاب، وصاير ثماني الشكل. ويمها القلعة أكو قرية صغيرة، وانبنت هالقلعة بسبب يعني حزن أو غبنة اللورد ثيمور هارلو، واللي توفوا أبناء الرضع بسبب رطوبة القلعة اللي كان مستقر بها قبل هذا. شلون نقدر نقول عانت وبنى هالقلعة بمكان أفضل، وما أدري حاسس السالفة كلها هناك، يعني بنى 10 أبراج. المهم هذا أهم شيء أقدر أذكره عنها. وإيه هذا أهم قلاع مملكة الجزر الحديدية. بس والله أجزت ألقى معلومات عن بقية القلاع، إذا تعرف غيرهن قل لي بالتعليقات. المهم ولهنا وصلنا لنهاية هذا الفيديو. وشنو بقى لنا بعد؟ مملكة أراضي العاصفة ومملكة الوادي. اكتبوا لي بالتعليقات عن أي مملكة تريدون الفيديو الجاي، وعن ود نختم هذه السلسلة هذا الشهر إن شاء الله، ونبدي باللي كنت من زمان أريد أسوي. لا تنسى لايك والاشتراك وتابعني على الانستغرام، يعني ليش لا أحمد تكبر الحساب يمكن نحتاجه بيوم من الأيام. فإيه كان معكم ماجني، سلام أو بيس أو أديوس.